احنا الخطوه الاولى او المرحله الاولى المهمه جدا هو انتاج الشتلات. انتاج الشتلات. لانك انت مفترض تروح لاماكن الزراعه على حوالات، يعني حول الترع والمصارف والسدود والى اخره. بالظبط. معاك الشتلات. معاك ده في زارعين حضرتك قالوا هاتوا لنا الشتلات ومش محتاج فريق عمل منك، هات لي وفر لي شتلات وانا كده. ده المتخيل يعني انك هتدي الفلاحين الشتلات وهو عارف الموضوع، هو عارف طريقه كويس. بالظبط. بالظبط. فهي جميله في كده. تاني حاجه حوالين المساجد، حصرنا حضرتك عدد المساجد، وخد الرقم ده عند حضرتك، حصرنا عدد المساجد اللي حوالي منها مساحات تكفي لزراعه هذه الاشجار عن طريق المياه المهدره من مياه الوضوء، لانها يعني داخله معانا في 18000 مسجد. حسبنا المساحه الاجماليه بتاعتها لانها كام؟ 20000 فدان. 20000 فدان. لماذا لا يتم استثمار او استغلال او توظيف هذه المساحات؟ بالظبط. يعني كل شبر في حياتنا سواء في الفضاء او في الارض ما نستغله. ما هو هي دي المشكله حضرتك. واستعمركم فيها يعني. بالظبط. يعني طلب الاعمار، طلب منكم ان تعمروا هذه الارض. يعني ارجع لنقطه مهمه جدا، وهو يعني واحنا بنتكلم على العوائد، عائد اقتصادي، عائد اجتماعي، عائد، من المنتظر ان يتم يعني التوظيف، تشغيل الشباب. التارجت قد ايه؟ جميل جدا. حضرتك طبعا هي بطبيعه المبادره دي ليها 3 مستويات. المستوى الاول اللي هو خاص بالمزارع، ده انا مش هستفيد بيه، او الشاب اللي هو العادي او المواطن العادي مش هستفيد بيه بطريقه غير مباشره. تمام. في مستوى تاني اللي هو مستوى المساجد، ده بنقول ان الانتاج بتاعه او الحاجات اللي زي كده، والمؤسسات الحكوميه جمعنا برضو الحصر داخل المؤسسات الحكوميه والمدارس والكلام دوت، برضو لقينا المساحه كبيره وكده، وعليه برضو قلنا ايه؟ قلنا دي برضو تستثمر. الحته اللي حضرتك بتتكلم فيها دي، ودي اخر جزئيه واهم جزئيه عايز اقولها، ودي بتنتقل معايا لمرحله اللي هي فتره الرئاسه والاستقرار، والمبادره مستمره الى يعني الى ذاك الوقت. تمام. قلنا ايه بقى حضرتك؟ قلنا ان احنا نستسمح كل محافظه تدينا 20 فدان، 20 فدان من كل محافظه، وال20 فدان دول هنزرعهم للشتلات. لا، للشتلات بعد تدويرها وبعد انتاجها. تمام. وتطلع اشجار. وهنيجي نعمل ايه؟ الحته دي هتعجبك جدا يا فندم. قلنا تعجب الساده المشاهدين. وطبعا ان احنا قلنا ايه؟ قلنا ان احنا هناخد ال20 فدان دول، تمام، ونستقطعهم ونزرع فيهم الشتلات والاشجار بتاعتهم. وبعدين ايه اللي هيتم؟ نختار بعد كده، بعد 3 سنين او بعد 4 سنين من انتاج الشتلات دي، المحافظه ذات نفسها عن طريق وزاره التضامن الاجتماعي بتحدد يعني 20 شاب يعني داخلين على الزواج ولكن غير قادرين على اتمام عمليه الزواج. وعليه يختاروا الموسم انتاج واحد، يخشوا على ال20 فدان دول، ينظفوا الارض، يروها كويس، يعتنوا بالاشجار بتاعتها، يقلموا الاشجار بتاعتها كويس جدا جدا. البروفيت، الربح، يتعمل ديستريبيوشن عليهم، يتوزع عليهم. عموما يعني مبادرة أو مبادرات جديرة بالاهتمام وجديرة بالتفعيل لكي تكون على أرض الواقع مشاركة فعلية في تنمية اقتصادية فعلية. ولو أن الأمور محتاجة تساؤلات كثيرة ومحتاجة يعني متى سوف يتم يعني وضع هذه المبادرات على أرض الواقع بالفعل، تحديدا أننا بعد ثورة 25 يناير نتمنى ونعمل في نفس الوقت بعد أن وضعت هذه المبادرات أو مبادرات أو حلول لمشاكل كثيرة في طي الأدراج في العهد الفائت أو البائد. بشكرك دكتور أحمد حنفي، وإن شاء الله نلتقي ونتابع هذه المبادرة حتى نحصل على محصول ونجني ثمار هذه